وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا محمد علي. بالنسبة لزناقة أصلا تنقال نحن هذول ينقال لنا صنهاجة، اللي أصلا صنهاجة اسمه بلد في اليمن، وهو اللي جاء منه جيش التبع اللي جاء غرب أفريقيا واستقر فيها قبل الإسلام، وهو اللي منه هذه القبائل اللي نقالها قبائل صنهاجة، اللي منها لمتونة وإقدالة ومسوفة. لمتونة تنقال القبائل اللي منهم تندغى وديدوة ومسومة وتجكانت ويدوعيش ودو الحاج، والقبيلة اللي قالها لمتونة مولي ودوريش، وكيفتهم هذه القبائل قال لهم قبائل لمتونة. ومشروف اللي هم اللي قال لهم أقصد مسوفة اللي قالها مشروف لقبائلهم ياسرة، هم اللي منهم الحمنات ومنهم ولاد الفاغي ومنهم ذيك القبائل كاملة اللي ذيك المبارك ذوك اللي من مشروف يوصل من القبائل. وبالنسبة لقدالة اللي هم قدالة هذول المعروفين، فمشروف من قسمين شورى، اللي منهم قفا درار وذاك اللي قاس الحوض الشرقي. هذا كاملين ينقال لهم زناقة في الأصل، لأن زناقة معناها صنهاجة، والسنغال ذي ملي معناها لا زناقة، معناها لا صنهاجة، لأن أصل نهر السنغال معناها هو كان أصلا يقال نهر صنهاجة، سمي عليه هذا النهر متسم صنهاجة، عاد قالوا نهر صنهاجة. من جاءوا البرتغاليين هم الأول شيء من الأوروبيين الاحتلال تراب، سماه زنقا معناها صنهاجة. وعاد السنغال قالها بالبرتغالية زنقا أو صنقا، هم صارت قالها السنغال إنها معناها صنهاجة، وهي اللي قالها زناقة. عاد الناس هون دون تسمي الناس اللي ما هي واحدة في القراية ولا هي حامل السلاح واحدة الله في تنمية الحيوان تطلق عليها اسم زناقة، غير هذا الاسم ما هو إطلاقه الأصلي به. الإطلاق الأصلي إلا على صنهاجة اللي كانوا عندهم السلاح وعندهم العلم وعندهم القيادة، كانوا هم اللي نشروا الإسلام في المنطقة، وهم اللي منهم أمراء المسلمين كيف يوسف بن تاشفين وابنه علي بن يوسف وابن ابنه يحيى وابن ابنه كذلك تاشفين، وسيطروا على المغرب من الجزائر وعلى الأندلس على هذه التراب. هم اللي منهم أبو بكر بن عمر اللمتوني، أخوه يحيى بن عمر اللمتوني، ومنهم يحيى بن إبراهيم الإقدالي اللي من إقدالة. هذا كاملين هم اللي قال لهم أزناقة، إن قال لهم صنهاجة في الأصل. أنا زناقة تنقال الآن للقبائل كاملة اللي قلت لك، اللي من لمتونة والله من مشروفة والله مش من القدالة. هذه القبائل اللي أصلها من حمير جات مع جيش تبع وجاية من بلد قالوا صنهاجة في اليمن، وهم اللي قال لهم الشاعر الداني الأندلسي قوم لهم شرف العلا من حمير، وإذا انتموا صنهاجة فهم لما حووا علياء كل فضيلة غلب الحياء وعليهم فتلثموا. وسكنوا فعلا مع البربر في تراب، غير البربر معروفين، بربر في تراب قبائلهم معروفة، كيف قبيلة هنتاتة وقبيلة زناتة واللي كيفتهم اللي هم قبائل البربرية اللي أصلهم البربر، والبربر فيهم الخلاف، كان أصلهم عرب زادهم والله أوروبيين، غير القبائل معروفة. وهون هم اللي تاني البربر قليلين، أكثر منهم الكور اللي كانوا مخالطين صنهاجة، اللي غير كانوا مخالطهم شو من القبائل البربرية فيها اللي اشترك معهم معارك وعقب خلاو كيف القبائل، كيف عرب الكلاب ما ندي باطل، كيف بربر الكلاب اللي كانوا في مدينة أطار، كيف اللي كانوا اللي في النمادي هذا اللي كانوا في الحوض اللي ما باقي منهم قاع هون قليل الآن، وكيف منطقة الساحل اللي كان فيها أهل الحوت الناس العايشة على الأسماك، اللي منها قبيلة بابور اللي كانوا أهل نواكشوط هذا. وهكذا ذكر قبائل البربر، والآخرين قالهم قبائل صنهاجة اللي أصلهم عرب، والبربر فيهم الخلاف كان أصلهم عرب ولا لا. كانهم بروا بن قيس عيلانة يعودوا قاع أولاد عم قريش، يعودوا من المضارية.
والله كان هم من الأصول بربرية، ما نجيب من أصول باطل رومية، الله أعلم. الله يكرمكم ويحفظكم.